صباح الخير ومساء يا جدعان. فيديو جديد من كتاب أليكس فيركسون. هنتكلم في الفيديو ده وزي ما هو واضح من العنوان عن ريو فرديناند. إيقاف ريو فرديناند لمدة 8 شهور كانت ضربة قوية لينا، عملت هزة في كل مانشستر يونايتد، وفي الحقيقة أنا لسه متضايق لحد النهاردة بسبب الإيقاف ده. مشكلتي مش مع قوانين اختبارات المنشطات، بالعكس مشكلتي في الطريقة والاسلوب اللي اتعاملوا بيه في اليوم اللي كان المفروض ريو يقدم فيه عينة الاختبار. 23 سبتمبر 2003 جه طقم يوكي سبورت للفحص عن المنشطات. الفحص بيبقى عشوائي ل4 لعيبة، والاختيار كان من جوه كاب، يعني كان زي قرعة. يوم تدريبي عادي جدا اتحول ليوم مليان عواقب كبيرة على ريو وعيلته ومانشستر يونايتد وانجلترا. ريو اللي سحبوا اسمه من الكاب كان مشي من المقر قبل ما يقدم العينة، ولما عرفنا نوصل له كان طقم الفحص مشي. كان المفروض يأجل الفحص لليوم اللي بعده 24 سبتمبر، لكنهم قالوا انه كسر قانون صارم وانه يتحمل بقى العواقب اللي ممكن تحصل. نتيجة العواقب دي كانت ابعاد ريو من الملاعب من 20 يناير لحد 2 سبتمبر 2004، وغرامة مالية 50,000 استرليني. والإيقاف ده كان معناه إنه هيفوت يورو 2004 في البرتغال. ما خدش منشطات، ريو فرديناند ما خدش أي منشطات. كنا هنعرف لأنك تقدر تشوف ده في عيونهم، وما كانش بيفوت أي حصة تدريبية. المتعاطيين بيكونوا فوضويين ومتقلبين المزاج. ريو ما خدش أي منشطات أبدا، لأن إحساسه بالمسؤولية وبمكانته الرياضية كان عبء كبير طبعا، وهو كان فاهم ده وعمره ما يبوظه لأي سبب كان. ريو راجل ذكي لكنه هادي برضه. هو غلطان، لكن طاقم الفحص غلطانين برضه، ما اتبعوش التعليمات اللي كانت هتوقف كل اللي حصل ده. كان من المفترض انهم يكونوا في ارض الملعب مستنيينه علشان ياخدوا العينة اللي عايزينها. كنت متفهم ان قانون من قوانين فحص المنشطات اتكسر، لكني ما كنتش قادر اصدق العقوبة القاسية اللي نزلت على ريو. الاتجاه اللي كنت دايما واخده اني بعامل اللعيبة زي ولادي، زي عيلة، مش هصدق انهم مذنبين بسبب ادعاءات خرجت من ناس بره العيلة. موريس محامي القضية كان متأكد اننا هنفوز بيها، وكان الدفاع ان طاقم الفحص ما خدش ريو علشان ياخدوا منه العينة، بالعكس دول كانوا مختفيين بيشربوا شاي. في رأيي مانشستر يونايتد دايما كان النادي اللي بيكون عبرة للأندية التانية. قضية إريك كانتونا كانت أول قضية كبيرة، لما اتحكم عليه بالسجن لمدة أسبوعين والإيقاف 9 شهور لأنه ضرب مشاهد بطريقة أو بحركة من حركات الكونغ فو. لكنهم في الحقيقة خففوا عقوبة السجن واتبدلت ب 120 ساعة من أعمال المجتمع. في 2008 واجه باتريس إيفيرا عقوبة بسبب مواجهة بينه وبين واحد من أفراد طاقم ستانفورد بريدج. خد إيقاف لمدة 4 ماتشات بسبب اللي حصل ده. افتكر ان الناس ممكن تكون متخيلة اننا كمانشستر يونايتد ممكن نتعامل معاملة خاصة وكده، لكن في الحقيقة اللي بيحصل العكس تماما. بعد كتير من تحركاتنا القانونية اتعملت جلسة ريو من لجنة الانضباط في الاتحاد الانجليزي في ملعب بولتن. الكلام ده كان في ديسمبر 2003 وفضلت لمدة 18 ساعة. الجلسة جت بعد 86 يوم من اللي حصل. كنت ضامن اللي قالوا شهاداتهم لريو، لكن اللجنة كانت متكونة من 3 رجالة، والتلاتة أدانوا ريو بسوء السلوك. بعد ما خلصت الجلسة وأصدروا العقوبات اتكلمت مع والدة ريو، كانت منهارة. كلنا كنا زعلانين علشان ريو طبعا لأنه لاعب مهم جدا في الفريق، لكن الأم هي اللي هتتحمل كل وزن العقوبة على كتفها. جينيس كانت بتعيط في التليفون، فضلت أقول لها وأكد على أهمية ريو في الفريق وأحاول أهديها، وأكدت ان اللي حصل مش هيغير اهمية ريو طبعا. تمام، احنا عارفين ان هو اهمل شوية، لكن العقوبة ما تكونش قاسية كده. وقتها كنا بنتكلم عن الاستئناف، لكن كان واضح اننا مش هنكسب. مش قادر افهم ازاي يتعاملوا مع عدم حضور للفحص زي فشل الفحص. لو اكتشفوا او اعترفت انك بتتعاطى المنشطات فانت كده كده هتخضع لاعادة التأهيل، لكننا كنا مصدقين ريو، لكن النظام اعتبره بيكذب. ما عجبناش برضو ان الاتحاد الانجليزي كانوا كأنه بيسرب الاخبار للصحافة، كان كسر واضح لقانون الخصوصية. قلت لهم في الجلسة في بولتون ان ريو هيبقى اساسي في فريقي اللي هيواجه سبيرز في اخر الاسبوع.
ورغم نتيجة الجلسة لعب ريو جنب سيلفستر لما كسبنا 2-1 في ملعب توتنهام. وفي آخر ماتش ليه لمدة 8 شهور كان ريو أساسي قدام ويلفرهامبتون لما خسرنا 1-0 في 17 يناير 2004، لكنه اتصاب بعد 50 دقيقة من الماتش ونزلت مكانه براون، وكيني ميلر كان مسجل الجول الوحيد في الماتش ده. حقيقي كنت حزين لأني خسرته طول المدة الطويلة دي. بدأت علاقتي مع ريو قبل ما أخليه أغلى صفقة في الكرة الإنجليزية. علاقتي كانت كويسة مع ميل ميتشن، واتصل بيا سنة 97 علشان يقول لي إن عنده ولد إعارة من ويست هام، قال لي روح اشتريه على طول. سألته اسمه إيه؟ رده كان ريو فرديناند. في الحقيقة أنا سمعت الاسم ده قبل كده في الفرق السنية لمنتخب إنجلترا. ميل أصر عليا، وأكيد هو كان قريب من هاري مدرب ويست هام وقتها. في الحقيقة أنا بثق في رأيه، علشان كده رحت واتكلمت مع مارتن إدوارد عن الولد ده. وقتها ريو كان في بورموس إعارة. بدأنا نراقبه ولاحظنا مميزاته: رشاقة عالية واتزان، لمساته للكورة كانت لمسات مهاجم. اتصل مارتن برئيس ويست هام تيري براون، واللي قال له إنهم عايزين 1,000,000 استرليني وديفيد بيكهام، أو بصيغة تانية إنه مش للبيع. وقتها كان ستام وروني جونسون ثابتين في قلب الدفاع، وكان ويس براون شاب عنده حاجة يقدمها. بعد كل الحرق ده راح ريو لليدز ب 18 مليون. مركز قلب الدفاع كان أساس كل الفرق اللي كانت تحت قيادتي في مانشستر يونايتد. دايما في قلب الدفاع كنت بدور على الاستقرار والاستمرارية. علشان كده التعاقد مع ريو في يوليو 2002 كان بالظبط زي ما بعمل دايما، أو خلينا نقول على طريقتي المقدسة في بناء الفريق على القوة في وسط الدفاع. كان مبلغ كبير، لكن لما تدفعه في قلب دفاع هيخدمك من 10 ل 12 سنة، فأعتقد إن ساعتها المبلغ بيكون يستحق. انت ممكن تدفع مبلغ أقل على لعيبة أقل من ناحية المهارة أو القوة، لكن الأفضل طبعا إنك تدفع مبلغ أكبر في لاعب من الطراز العالمي. دفعنا 3,075,000 فروي كين، وده كان مبلغ كبير جدا وقتها، لكن كين خدمنا 10 سنين في وقتي مع مانشستر يونايتد في رحلة بحرية على الساحل الاسكتلندي الغربي. في نهاية آخر موسم ليا اكتشفت اني ما صرفتش اكتر من 5 مليون بالكتير في كل موسم ليا مع اليونايتد. اول ما شفت ريو قلت له انت ضخم جدا يا اسطى، في ايه؟ قلت له لازم تغير ده، لان ده هيكلفك اهداف وانا مش هسيبك من غير حساب. كان كلام عفوي. ريو نفسه كان على طبيعته، كان عفوي عادي. كان يعمل تاكل وبعدها يقوم يجري بسرعة جدا زي عربيات السباق. ما شفتش ابدا قبل كده راجل طول وعرض بالمنظر ده وعنده التغير الرهيب ده في السرعة. مع الوقت اتحسن تركيزه وعلي مستوى أهدافه كمان، وزاد إحساسه بالمسؤولية تجاه الفريق والنادي. بقى لاعب كرة متكامل. لما تكسب لاعب شاب انت مش بتكسب ثمرة متكاملة، لا خالص، ده بيبقى فيه كمية شغل رهيب لازم تشتغلوا معاه علشان يوصل للمستوى المطلوب. ريو ما كانش بيركز في بعض الماتشات اللي قدام الفرق الصغيرة لأنه كان شايفها مش هتقدر تعمل تهديد لينا. كل ما كان الماتش أكبر كل ما كان بيحب الماتش ويتحمس أكتر. لما بدأ جاري نيفل يعاني من الإصابات المتكررة وكان فيديتش وإيفيرا بيجهزوا لسه لأنهم كانوا راجعين من إصابة، بقى ريو وفاندر سار مركز الدفاع في النص التاني من العقد ده. خليت ريو قبل كده يلعب في نص الملعب في ماتش قدام بلاك بيرن في 2006 واتطرد وقتها. ممكن الكلام ده يفاجئ معظمكم، لكن جاري بليستر كان لاعب كرة عظيم زي ريو، وبشكل ما كان أسرع منه، لكنه ما كانش بيحب يتمرن ولا يجري. بالي ما كانش بيحب يشتغل على نفسه أو يتدرب حتى، كان دايما يقول إنه كل ما اتدرب أقل كل ما حالته كانت أفضل. كان حقيقي أسوأ متدرب في العالم، وأنا طبعا ما كنتش بسيبه. كان في كل ماتش يخرج بعد أول 15 دقيقة من منطقة الجزاء بعد هجمة من الفريق المنافس علشان ياخد نفسه. كنت أقول لبراين كيد بص البالي ده بيموت وش. في يوم رحت لبيته علشان كنا رايحين نتعشى عشاء جماعي مع الفريق. دخلت بيته ولقيت كمية كبيرة جدا من الكوكاكولا على الترابيزة وكمية أكبر من الحلويات وبكل أصنافها. بصيت لمراته ميري قلت لها إيه ده؟ قالت لي مش عارفة،
لكن اكتر من مرة قلت له لكنه مش بيسمع كلامي. بعدها سمعنا صوت رجل نازل وكان بالي طبعا، وشافني ببص للحلويات قام قايل ليه يا ميري بتشتري كل ده؟ بصيت له ورديت عليه على طول، تعالى يا حيوان الكسلان ده انا هعلقك. بالي ما كانش لاعب مثالي لكنه كان لاعب كويس جدا وراجل اخلاقه كويسة زي ريو. كان يقدر يباصي الكورة كويس جدا وكان سريع كمان. في اخر موسم ليه كان بيعاني من جرح فوق حاجبه، كان يقعد يشتكي ويقول ان دي اول تعويرة في حياته، وكان متضايق جدا عشان الموضوع ده كان مبوظ شكله. كان فاكر نفسه كاري جرانت. توضيح بس، كاري جرانت ده كان ممثل قديم شوية. المهم ما كنتش بدور على قلب دفاع يقدر يخرج كرة من الدفاع او يرمي كور عالية زي بيكن باور. السرعة والقدرة على قراءة الهجمة والماتش بالنسبة لي دول اهم صفتين في الكرة دلوقتي. ريو كان متميز بالحاجتين دول، وعلشان كده اتعاقدت معاه. ما كانش بيدافع بس، لكنه كان بيقدر يتقدم بالكرة، ورغم ان الدفاع اهم حاجة بالنسبة لي، لكن كانت حاجة كويسة ان اعرف ان الولد الجديد يقدر يخرج بالهجمة من ورا. الموضوع ده بقى عادة في شوية من الفرق وقتها زي برشلونة وغيرها. في بعض مراحل مسيرة ريو دخلت حياته شوية حاجات ما حبتهاش، وانا قلت له اني مش قادر اتحمل كل شوية اشوفه في احتفالات جديدة وافتتاحات جديدة. قلت له تعرف الكرة بتقبض عليك، اللي بيحصل في الملعب هو اللي هيتكلم عنك. لما يبدأ مستواك يقل فده بيحصل بسرعة. لما تكون في نادي صغير ده مش هيكون مهم، لكن في مانشستر يونايتد لما هتكون متراقب من 72 ألف شخص مش هتقدر تسكتهم لو مستواك وقع. واكدت عليه انه لو فضل مهتم بالحاجات الفاضية دي ومستواه قل مش هيطول معانا، لاني مش هختاره طبعا. في الحقيقة هو اتعامل مع التحذيرات دي بشكل كويس، لكننا قررنا اننا هنجبر وكيله يقول لنا كل حاجة بيعملها ريو، وده خلانا نسيطر اكتر. كان في شركات موسيقى وافلام وشركات انتاج كانت عايزة تاخده لامريكا علشان يعمل مقابلة مع مغني. ريو انت هتهزر معايا؟ اول حاجة قلتها ليه تفتكر لما تروح امريكا تعمل لقاء مع مغني راب ده هيخليك قلب دفاع افضل؟ فرديناند ما كانش اللاعب الوحيد اللي عايز يكتشف الفرص التانية. الموضوع ده ظهر بسبب معاملة لعيبة الكورة زي المشاهير في الايام دي. بعضهم كان عايز يوسع نمط حياته. بيكهام كان واحد منهم، وده اكيد ريو بقى واحد منهم كمان اهو. بيكهام نجح في نمط حياة المشاهير ده جدا. ريو ما شاركش بس في حياة المشاهير، لكن عمله التطوعي مع اليونيسف كان مميز. كلامي ليه كان ببساطة انه لازم يوازن بين الشهرة وبين الشيء اللي خلاه مشهور وناجح. في اشخاص مش بتعرف تعمل ده. اعتقد اننا افتكرنا ان ريو كان بيجهز نفسه علشان حياته بعد الكورة، ودي حاجة ممكن نفهمها. عملت نفس الشيء لما كنت بدرس التدريب، لكن ده خد مني 4 سنين. كنت بجهز نفسي للجزء اللي جاي من حياتي لكن مش بمقابلة مع مغني راب. بيجي وقت بيسأل اللاعب نفسه عن مستقبله وايه اللي هيعمله بعد الكورة. في الحقيقة ده بيكون بسبب التوقف، لان التوقف بيسيب فراغ. في لحظة انت هتكون بتلعب في نهايات اوروبية، نهايات كاس الاتحاد، وبتكسب بطولات، وفجأة كل ده هيختفي. الفكرة هنا بقى انك ازاي تتأقلم مع التغيير ده، لان كل لاعب كده كده هيواجهه، والشهرة مش هتحميك خالص من الانهيار النفسي اللي هيجيلك. الشيء التاني اللي بيواجهه لعيبة الكورة لما يكون مش متحمس او منطفي، ازاي هتقدر ترجع الحماس ده تاني بعد ما بتكسب كل حاجة؟ في رأيي دول حاجتين لازم تعرف ازاي تتعامل معاهم كويس جدا. ريو كان بيعاني من وجع في ظهره. اخترنا جول اللي جه فينا قدام مانشستر سيتي في الديربي سنة 2009 كمثال على لعبه وهو بيعاني من إصابة. مثال كمان كان جول فرناندو توريس مع ليفربول. اتكلمنا مع ريو في الموضوع ده في أوضة الفيديو. ريو اتقدم لقدام علشان يخلي توريس في الأوفسايد، لكن لو ريو ما كانش مصاب كان هيرجع ويصحح غلطه ده ويمنع الجول. هو حاول يرجع فعلا، لكن توريس تخلص منه بكتفه وسجل. وفي الحقيقة بسبب وجع الظهر ده ريو بدأ يفقد جزء كبير من توازنه كمان للأسف. بعد الإصابة اللي بعدته معظم الشتاء دي رجع للتدريب وهو في حالة كويسة، ولعب ماتش قوي قدام السيتي في نص النهائي 2009 بعد ما كان بعيد عن الملاعب تقريبا لأكتر من 3 شهور. في نص مسيرته بدأت أطلب منه يغير في طريقة لعبه علشان تتناسب مع سنه، وإزاي يقدر يتغير بدنيا كمان، لأن العمر مش هيستناك.
كان لازم يكون مستعد للمصيبة قبل ما تحصل. ريو تعامل كويس مع تحليلات لوضعه ومحسش بالإهانة من ده، وفي الحقيقة بعدها لعب موسم عظيم 2011-2012. لكن إبعاده من يورو 2012 كان الشيء الوحيد اللي بوظ الموسم بتاعه شوية. لما سألني روي هوكسون عن رأيي في هل ريو وجون تيري هيكونوا كويسين مع بعض في المنتخب، قلت له اسأل ريو دلوقتي علاقته ايه مع تيري. كان حوار حاصل مع ريو انه كان رافض يلبس الشارة اللي مكتوب عليها شوطها بعيد، كانت حملة ضد العنصرية. المهم الكلام ده كان في موسم 2012-2013 بعد ما افتكرنا انه اكيد هيدعم الحملة دي، لكنه قرر انه هيقاطعها. كان لازم يجيلي ويقول لي انه مش هيلبس الشارة لانه كان عارف ان الكل كان لازم يلبس الشارة دي في الماتش. انا كنت عارف مشكلته مع انطوان اخوه وجون تيري، لكن ما توقعتش ده اللي يحصل، والاتحاد الانجليزي عاقب تيري اصلا بسبب كلامه العنصري ضد اخو ريو. كان حصل بينهم مناوشات في ماتش QPR وتشيلسي. كنت في مكتبي لما جالي مارك هالزي علشان يقول لي ان ريو مش هيلبس التيشيرت دي. قلت له روح وقول لي ريو يلبس التيشيرت. جالي رد بعدها ان ريو مصمم ومش هيلبس الشارة على القميص. لما واجهته ما قالش حاجة، لكن بعد الماتش جالي وقال لي انه حس ان جمعية حقوق اللعيبة المحترفة ما عملتش حاجة في قضية العنصرية دي. قلت له ببساطة ان كده موقفك ما بقاش كويس لانك رفضت تدعم قضية ضد العنصرية. لو كان معاك مشكلة مع الجمعية لازم تروح وتواجههم بده، وبسبب انك ما لبستش التيشيرت ده الموضوع هيعمل خلاف دلوقتي. رأيي عن العنصرية هو اني حقيقي مش قادر افهم ان ازاي شخص هيكره شخص تاني علشان لونه. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للفيديو ده. اتمنى يكون عجبكم، بس دي اهم حاجة. سلام.